اذا راح عليك الحل ومازال ما حضرتيش العشاء وتحوسي طبق يوجد بسرعه، جبت لكم هذا تليتلي اكسبريس، يوجد في وقفه لا تفوار لا حتى حاجه عين تكوني وجدتيه. والبنه احكوا لي على البنه ولا اروع، مستحيل مستحيل تلقاو بنه احسن من هذه. شوفوا لي النتيجه قدامكم ونبداو بالوصفه. اول حاجه عندي بصله كبيره شويه كنت رحيتها هنا. اذا حبيتيها مقطعه ضغطه واحده برك في هذا الاشوار راح تقطع معك. اذا حبيتها مرحيه زيدي كملي ارحي. انا كملت رحيتها. بالنسبه لهذه الاشوار من لا مارك اني برو، راح نمد لكم بعض المقتطفات عليه. شوفوا واش يجي فيه. يجي فيه هذيك اللي ترحي البودر، يجي فيه دوبول كيما راكم تشوفوا تاع الانوكس وتاع الزجاج، وهذا الشفرات يجوا فيه ثاني زوج، واحده لهذا تاع الزجاج وواحده لتاع الانوكس. هذا الغطاء تاعو، وهذه تقشر الثوم او الكاوكاو يجوا فيه هذوك المسباه تنحيو الماكله تاعكم. وهذه اللي ترحي البودري. راح نطاقي لكم لاباج عندهم توصيل 58 ولايه، اللي تحب تطلب المنتج تواصل معاهم في الخاص. هنايا درت قطعه دجاج، نص مغرفه كزبر، نص مغرفه فلفل احمر، عندي الحمص وعندي هذيك البصله، الزيت، الملح، فلفل الكحل. خلطت المكونات هذو مع بعض كامل وحطيتهم يتقلوا مليح مليح باش تجيكم لاصوص بنينه. في نفس الاشوار درت هنا نص طر تاع الدجاج، شويه توابل الدجاج وشويه فلفل احمر وشويه برك تاع الثوم. شوفوا لي كيفاه الحالي هذاك الدجاج ولا كيما لابيري. هنايا ما تنساوش تحركوا لاصوص تاعكم هذيك. درت لها شويه ما وخليتها تغلي 10 دقائق وكملت زدت الماء وبعدها سكرت. هنا ما تنساوش الملح في الدجاج. هنا شكلت كرات صغيره ورايحه نرمدهم في الفارينه لانه طريين بزاف. بعدها نقليهم في كميه قليله من الزيت. هنا رمدهم كامل ومباشره نقليهم في الزيت. هنايا ابقاو تحركوا فيهم لانهم يطيبوا بسرعه. بعد ما طيب معايا هذيك لاصوص، حطوا التليتلي تاعكم. درت شكاره في البدايه حركوها يعني وخلوها تغلي حوالي 5 دقائق. بعدها سكروا لا كوكوط تاعكم 5 دقائق برك على نار تكون قليله وافتحوا عليها. شوفوا كيف تلقاوها. ابقاو تحركوا فيها مليح وخلوا فيها شويه لاصوص من بعد حتى تشربها. هنايا ضفت هذاك الدجاج خليته غلى غاليه برك حوالي 3 دقائق، وبعدها طفيته وخليته حتى نشف مليح. وهاي لكم النتيجه النهائيه. جا ولا اروع. الوصفه بالتفصيل في قناتي على اليوتيوب، وصفات ام لينا البرايجيه. ما تنساوش تخليوا لي متابعه اذا عجبتكم الوصفه.